السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدناكم هنرد على الاسئله بتاعتكم كلها. بعتلنا ام عبد الرحمن بتسال بتقول: انا هربي حمام في الاوضه وهربي حمام للاكل، الحمام على السايب ولا على المحبوس في عيون؟ بص يا ست الكل، لو انت واثقه ان انت واخده منه الحمام ده كلهم ذكوره ونطي قد بعض، ربي على السايب مفيش مشكله. السايب له مميزات وليه عيوب. مميزات السايب ان انت لا قدر الله، يعني من حلو السايب ان هما بيغيروا من بعض، يعني ايه، اول ما عص يبيض ويشوفوا ان هما بيتجوزوا كله بيتجوز ورا بعض وبيحبوا يبيض بسرعه. دي المميزات. العيوب ان لا قدر الله في مرض وانت مش فاهم بينتشر بسرعه في وسط الحمام، عشان الحمام نفسه عالي وبيشرب من مكان واحد وبياكل من مكان واحد. فالاحسن تربي مربوط لو انت مش فاهم. لو انت غاوي بتفهم وفاهم في مرض الحمام عشان تعرف لو اي حاجه تعبت تحبسها، يبقى مية مية. ماشي. بالنسبه للحمام المحبوس، لا في حاجه تعبت بتتعب في عينها، في العين بتاعتها، هو متعب شويه بس مش مشكله. وبالنسبه لتربي في عيننا قد ايه، لو هتربي على المحبوس العين تبقى 50 في 50، ارتفاع 30 ارتفاع 40 مش مشكله، او 60 في 60 برضك مش مشكله، مش هتخسر. لو انت بتربي على السايب العين ممكن تبقى 40 في 40 مفيش مشكله، عادي مفيش اي مشكله، ده يتربى وده يتربى. اهم حاجه النظافه، اهم حاجه كلفه كويسه، شمس كويسه، يبقى عندك مدخل الشمس والهواء داخل خارج كده، يبقى حلو، في تغيير جو في المكان. ربنا يستر علينا وعليكم. استنونا في كل جديد، واي حد عنده سؤال احنا تحت امركم في اي حاجه. تمام. وان شاء الله نظبط الموسم. طبعا موسم الشتاء داخل وموسم الخير بالنسبه لنا كهواة حمام، واهم حاجه ان احنا نخلي بالنا على حاجتنا. السلام عليكم.